كي لا يكون مجرد عودة للماضي، فإن مهرجان باجلان الأول بدأ بالحاضر عن طريق إحياء الماضي. أول مهرجان فلكلوري حاول المزج بين الحياة قديما في عروض جديدة بنكهة الماضي. مهرجان باجلان الأول الذي شهد حضور الآلاف من المواطنين من مختلف المكونات والقوميات، ولتكن إحدى أهدافه تقوية أواصر التواصل بين مكونات الشعب العراقي من شماله إلى جنوبه. مهرجان باجلان الأول هو الأول من نوعه في المنطقة، شهد حضور الآلاف من المواطنين من الكرد والعرب والتركمان، وهو يهدف إلى إحياء التراث القديم بنكهة خاصة لعشائر إقليم كردستان. وكما تشاهد الكل مبتهل وسعيد. قمنا بإقامة هذا المهرجان في هذا المكان وفي هذا التوقيت وهي المهرجان الأول لقبيلة باجلان لإحياء تراث الباجلان التاريخية، والغرض منها أيضا هو أن نجمع أبناء عومتنا من سهل نينوى إلى جنوب خانقين لكي يتعارفوا، والهدف منها أيضا هو مد جسور التآخي والمحبة بين أبناء عشيرة باجلان من جهة وبين العشائر العربية والكردية في المنطقة، ونكون جنود أوفياء لردع أي اعتداء على العراق وعلى كردستان. وإن دل على شيء فإنما يدل على عمق العلاقات العميقة، العلاقات التاريخية، العلاقات الأخوية، العلاقات الذي تربط العشائر العربية بالعشائر الكردية، الذي يمتد امتدادها إلى آلاف السنين وليس إلى عشرات السنين وإلى مئات السنين. ونقدم شكرنا إلى كافة عشيرة أو قبيلة الباجلان. المهرجان تضمن تقديم عروض فلكلورية قديمة من خلال ارتداء الزي الكردي الفلكلوري، وليكن هذا المهرجان فرصة للعودة إلى الماضي عبر عادات وتقاليد خاصة يتميز بها أهالي كردستان. هذا يعتبر أول مهرجان سنوي لهم. بالحقيقة مهرجان باجلان باقي العشائر هماتين كردستان بإقليم كردستان أو باقي أجزاء كردستان هو عبارة عن يعني نقدر نقول صلة وصل بين الحاضر والماضي، إحياء للتراث، إحياء للأصالة، إحياء للأشياء. مثلا احنا ممكن نقول مثلا ابن المدينة ممكن ما يكون يعرف عنها شيء، فهيك مهرجانات تعتبر هي يعني مهرجانات صلة بين الحاضر والماضي. إلى حد الآن متمسكين بها حتى بعض القريات يعني قرى باجلان. نشوف بعض الأكلات الخاصة طبعا أكيد الدبكات والأكلات والرقصات والأغاني، الأغاني باللهجة الماتشو، يعني لهجة الماتشو إذا احنا ردنا يعني نحكي عنها لهجة قديمة جدا ومن الصعب اتقانها يعني. فهذا اللي يصيروا إضافة ثانية هماتين باجلان مو بس بخانقين، مو بس نقول بقرميان، باجلان كل أجزاء كردستان الأربعة، تقدر تقول من كردستان الشرقية لغاية شمال كردستان اليوم نقول كردستان تركيا. كل شيء هنا ينضح بالفلكلور، في الملابس والنسيج والطب الشعبي والمأكولات والرقصات والدبكات والموسيقى، سعيا للعودة إلى الماضي الذي بدأ الناس ينسوه تدريجيا. للقرطاس نيوز، عباس الأركوازي.